السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا عملنا احلى سمنة فلاحي مرملة تكاد تكون ببلاش. شايفين الترميلة؟ اظن واضحة خالص اهي. تكاد تكون ببلاش من اللبن بتاعنا اللي موجود وبنشتريه كل يوم. فاحنا بنوكل ولادنا لبن نضيف خالي الدسم، وبناخد الدسم بتاعه نملى بيتنا خزين بيه طول السنة. ماشي، ما نشتريش بقى الكيلو بمبلغ وكده. يعني الأوجة 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 عندنا بتتباع ب450 جنيه. أقة السمنة الجاموسي الفلاحي بتبقى كيلو وربع. حاجة عظمة حاجة عظمة. هعرفكم تعملوها ازاي وبأقل ما يمكن. هنشوف مع بعض الكلام ده. واول حاجة في الاول كده ما تنسوناش في اللايك والشير. وتعالوا بقى نشوف وصفتنا بتاعت النهاردة. والسمنة الجميلة المرملة الزبدة السايحة دي هنعملها ازاي. اول حاجة كده احنا بنجيب اللبن اللي هو مثلا 2 كيلو هنعمل. شوف انت بتستعملي ازاي او انت بتحتاجي ايه اصلا. وهناخده نغليه وناخده نبيته في التلاجة لو اكتر من الليل يعني، او مثلا الليل او اكتر. تمام. ونتني شايلين الوش زي ما احنا ما شفنا كده في اول الفيديو. ونفضل نحوش 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 السمنة بتاعتنا او القشطة دي. ونستعمل اللبن عادي خالص. وبعدين ناخدها بقى فضيناها في حلة اهو، يعني حوشنا كمية وخدناها على النار اهي. سيبناها بقى لحد ايه ما فكت كده على نار، يعني على نار عالية او متوسطة. وبعد كده نوطي عليها ونفضل بقى يعني احنا ايه رايحين جايين كده نقلب فيها علشان ما تتلسعش مننا او تاخد قعر. يعني عايزة تقفي بقى قدامها وتعلي النار، تمام. عايزة تعملي شغل بيتك كده حواليها وتفضلي رايحة جاية، تمام برضو. كده هي قربت خلاص تفصل. زي ما انتوا شايفين اهو خلاص. واصلا المرتة بتاعتها تحت اهي بدأت تاخد لون. هوريها لكم. ايوه كده، يعني انتوا شايفين المرتة اهي بقت اخدت لون شوية. هنفضل بقى كده. الرغاوي دي بقى يعني المفروض نشيلها، بس انا يعني كنت بشيلها الاول. لقيتني في تركاية كده ما تتعبش نفسك خالص وهنشيلها بكل سهولة. السمنة كده تكاد تكون يعني ايه قربت خلاص يعني. خلاص تستوي. بس انا بحب اغمقها سن. عايزة تستعمليها كده تمام، انما انا لا، انا بسيبها شوية. دي يعني الرغاوي دي بقولك كده حاليا ما تخافيش منها وسيبيها خالص. هوريكي مع بعض نشيلها ازاي في الاخر. هنا حاليا انا كنت المفروض اسيبها افتح من كده سنة، بس انا يعني ايه سهيت وانا بعمل شغل البيت. كده بقى انا هطفي عليها خلاص. بقى بنمسكها بقى نطفي عليها. المرتة بتاعتها دي لونها اهي. هنطفي عليها النار ونسيبها يعني ايه تبقى يعني مش بدرجة حرارة المطبخ. يمكن يعني يعني ايه يعني ادفى شوية او يعني مش يعني ادفى من درجة حرارة المطبخ. شايفين عملت زي قشرة كده. تشيليها بكل سهولة بكل سهولة خالص من غير تعب بقى وتقعدي تشيلي ريم وتقرفك في الأول. لا سيبيها ولا هتسبب لك أي أذية للسمنة. وهنشوف ده مع بعض دلوقتي. شايفين السمنة بقت صافية ازاي؟ أو بمصفى أو بحاجة تقيلة أو بحاجة مخرمة. ما تقلقيش منها خالص. أو بمعلقة هتشيليها عادي، مش هتتعبك زي ما تشيليها في الأول. ادي السمنة اهي بقت تمام وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط معانا. هنجيب بقى نكونوا جايبين علبة او برطمان بلاستيك او زي ما بتخزني وتغسليه وتنشفيه كويس جدا. تكوني اصلا عاملاه من قبل ما تعملي السمنة. وتمسكيها تصفيها. شايفين ما شاء الله حاجة اللهم بارك. آه فضينا اهوت. وهنستعمل المرت عادي تعملي بها مش تعملي بها. شوفي انت عايزة تعملي بها ايه. عايزة تاكليها بس هي دي كمية كبيرة لان اصلا القشطة بتغيب. بالذات من اللبن الحليب بتغيب شوية يعني. بتغيب شوية في السوى. فانت ما تقلقيش خالص لو حسيتي ان انت اتأخرتي. ما تقلقيش خالص.
وبعدين والسمنة بقى دي، وبتطلع كمان مرتة القشطة، بتطلع لا يعني كمية مرتة كبيرة، وبتغيب على النار شوية عن الزبدة عبال ما بتفصل، فانت ما تقلقيش خالص. تاني حاجة، لو عايزة تعمليها زبدة هتعمليها في الكب عادي، عايزة تلفها بإيدك هتعمليها، وهننزل فيديوهات على الكلام ده بعد كده، وازاي نعمل من المرتة دي لا اسمه مش او جبنة حادقة. ما تقلقيش، اهم حاجة من الوقت يعني بتاع البتاع قبل ما تفصل السمنة، قبل ما تفصل، فما تقلقوش خالص. ورب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.